مراد في الجانب الايمن، كريم اسامه، فهد ابو الفتوح، وعطوه رجب. منتصف الملعب احمد العجوز، محمود عمران. قدامهم اسلام خلف، محمد جبالي، اسلام رياض. راس الحربه احمد محمد دجوي. مباراه يديرها تحكيميا طاقم تحكيم بقياده كابتن سمير محمود عثمان. حكم الساحه صافرة البداية مع حكم اللقاء سمير محمود عثمان. انطلقت صافرة بداية أحداث اللقاء. عاشور لصابر الرحيل، ربيعة مرة الثانية لنجيب، لصابر الرحيل. صبري استنى حد يسند عليه، يسند على ميدو جابر. ميدو عدى ميدو جابر واخترق الحلول المهاريه والفرديه لميدو جابر. لعبها ارضيه سليماني كوليبالي. شوف سليماني كوليبالي، شوف القطعه، قطع على القائم الاول، يقطع سليماني كوليبالي ولكن خارج الملعب. ركله المرمى لسكر الحمديه. شوف الكره العرضيه اتلعبت ازاي. شوف ميدو جابر لعبها ارضيه على سليماني كوليبالي، خدها من تحت لفوق، عليت خارج الملعب، عدت لركله المرمى. العجوز وسكر الحمديه في اللقاء الود التجريبي اللي بننقله لحضراتكم عبر شاشه قناه النادي الاهلي. هنشوف باسم علي، باسم علي والركله الركنيه بالقدم اليمنى لباسم علي، يلعبها على القائم الاول. شوف قاطع، يلا ميدو جابر عايز ياخدها مزدوجه خلفيه ولكن تغطيه من ابو الفتوح. ميدو جابر هيلعب ركله حره وحائط بشري مكون من 5 لاعبين. ميدو جابر تصدي رائع، تصويبه قويه من ميدو جابر. تصدي من احمد عبد المنعم، اخطر كوره. شوف القدم اليسرى، قدم اليسرى لميدو جابر تدون ادي الركله الحره، وادي ميدو جابر قويه تحرك واخد خطوه لقدام. حارس المرمى احمد عبد المنعم، تصدي رائع خارج الملعب، ركله ركنيه. هيلعب باسم علي الركله الركنيه للنادي الاهلي. باسم علي بيلعب في 19 دقيقة، يلعب على القائم الأول، يقطع نجيب وخارج الملعب، ركلة ركنية مرة ثانية. قاطع محمد نجيب خارج الملعب، بيزيد محمد نجيب ورامي ربيعة في الركلات الركنية، الركلات الثابتة. حاول يستغل النادي الأهلي طول القامة لمدافعي النادي الأهلي. سلاح بيعتمد عليه الكابتن حسام البدري. ميدو جابر، ميدو يرجع لباسم علي، عدى الفراشة. باسم علي يضغط مرة ثانية لكن مطوعة. يلعب رحيل، يلعبها طويلة اتجاه سليماني اللي قلت لحضراتكم النهارده عايز يقدم اوراق اعتماده، يعمل تحركات بطول وعرض الملعب. سليماني عدى سليماني. ميدو جابر يلعبها، ادي سليماني كوليبالي، قاطع سليماني كوليبالي طويله على عمرو بركات خارج الملعب. ركله المرمى النادي سكر الحمديه. شايف النهارده سليماني كوليبالي قلت لحضراتكم عايز يقدم اوراق اعتماده لجماهير النادي الاهلي. لعمرو بركات، السليه لبركات، سلام على التمريره. ميدو جابر، عمرو بركات لباسم علي، باسم يلعبها عرضيه، عدت سليماني يلم عمرو بركات. تصويبه قويه من عمرو بركات ولكن خارج الملعب، ركله المرمى. لكن شوف التحرك اللي عمله باسم علي، شوف التمريره من عمرو بركات، وادي تصويبه عمرو بركات خارج الملعب، ركله المرمى. ادي عمرو هيلعب. عاشور غير ملعب برؤيه فنيه جميله، استلام من عمرو بركات القدم اليسرى. عمرو لباسم علي، لعمرو بركات. عمرو عايز يصوب ويسدد، تصويبه قويه، حلوه التصويبه القويه من عمرو بركات. ده السلاح اللي ياما يدور عليه الكابتن حسام البدري، سلاح التصويب. وعمرو بركات استغل سلاح التصويب، اعتقد هيكون عامل مؤثر، هيفرق مع النادي الاهلي. عمرو بركات في المرحله. جبالي لعبه طويله في اتجاه اسلام رياض، اسلام وباسم، باسم علي، باسم واسلام. يضغط عمرو بركات، ده اللي بقول لحضراتكم عليه. يرجع مره ثانيه النادي الاهلي، العمده عماد متعب، عمرو السليه يلعب لميدو جابر، ميدو حسام عاشور تمريره. سليماني صوب، سليماني قويه وتصدي من احمد عبد المنعم. قلت لحضراتكم سليماني كوليبالي عايز يعمل حاجه النهارده، عايز يقدم اوراق اعتماده. كابتن حسام البدري من البدايه بيديله الملعب، وبيديله التشكيل من البدايه، وبادئ بيه احداث اللقاء. بيقول له قدم اوراق اعتمادك للجزء من الجانب الايسر بالقدم اليمنى. نلعب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. هيلعب باسم علي، يعلق
ضربة الرأس من العمدة، ضربة الرأس. شوف الارتقاء من العمدة عماد، العمدة عماد متعب يرتقي عماد وجنب القائم الايسر لمرمى احمد عبد المنعم. ادي الكوره، شوف باسم علي على ازاي، وشوف العمده، شوف العمده عماد متعب، ولكن خارج الملعب، خارج الملعب ركله المرمى. هيلعب احمد عبد المنعم محتفظ نادي سكر الحمديه بالتنظيم الدفاعي بتاعه في نص ملعبه. عمران بركات، عدى عمرو بركات. شوف سليماني كوليبالي بيقرب لكل مكان في الكوره. مرة ثانية ادي سليماني عدى واخترق سليماني عرضية وادي التصويبة القوية من عمرو السولية. النهارده سليماني كوليبالي ما شاء الله، سليماني كوليبالي دجوي. ثم نعود لحضراتكم مع احداث الشوط الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بركات عمرو طلع باسم، مرة ثانية التحضير والتمرير من لاعب النادي الاهلي. عمرو بركات برؤية فنية جميلة يلعبها جميلة في اتجاه ميدو جابر، استلم ميدو جابر، عدى ميدو جابر، يلعبها عرضية في المرمى. يا سلام يا ميدو، التصدي الرائع من شهاب. شوف الرؤية الفنية، شوف ميدو جابر حب يحطها ويخدع حارس المرمى، شوف التحرك وشوف عبقرية التمرير والتحرك. وعدي ميدو جابر، عدى ميدو كان عايز يحطها في الزاوية الضيقة لحارس المرمى، ولكن يراها صح حارس المرمى شاب خارج الملعب. ركله ركنيه للنادي الاهلي. رايح باسم علي، ادي ميدو جابر كان هيخدع الدنيا كلها. عمليه التمرير والتحرك والقطع اللي بيعملها عمرو بركات. يلعب مره ثانيه للفراشه باسم علي، عمرو السوليه يلعب كروس عرضي يعلقها في اتجاه ميدو جابر مقطوعه. مرة ثانية عمرو بركات هيستلم، عايز يصوب، عايز يسدد، لما وغير معاه زاوية التمرير. يرجع لعاشور، التمريرة للسولية، عمرو السولية يلعبها تصويبة، يسند عمرو السولية، حط رجله سليماني كوليبالي خارج الملعب بركلة المرمى. ادي سليماني كوليبالي هيلعب شهاب الدين. ضم علي على قدام. ركلة المرمى لعمرو بركات لصبري رحيل، لم صبري لعاشور، حسام عاشور يبدأ ويلعب هناك لميدو جابر وقف ميدو جابر، وادي التصويب، وادي ميدو جابر الكلمة الأولى للقاء، كلمة الافتتاحية والأسبقية. ميدو جابر وسجدة الشكر وهدف أول للنادي الأهلي. لكن ارجع وشوف التمريرة وشوف الموال والحكاية، شوف التمريرة اللي اتلعبت، شوف اتضرب بيها خط الدفاع بالكامل، والتحرك، عبقرية التحرك والهدوء. تحتاج نوعية اللعيب اللي عنده الهدوء وسرعة اتخاذ القرار. عدل ميدو جابر ولم ميدو جابر، وبالقدم اليسرى يدون احداث اللقاء بهدف اول ميدو جابر. لكن شوف التمريره وشوف الرؤيه من حسام عاشور. اعتقد حسام عاشور اللي بدأ التمريره ولعبها في عمق الدفاعات. قلت لحضراتكم نوعيه حسام عاشور واحد من اللاعبين اللي قبل ما الكوره تجيله عارف هو هيمرر، وعاد له الكثير والكثير. محمد هاني يصول ويجول في الجبهه اليمنى للنادي الاهلي. هيطلع الفراشه باسم علي، هينزل محمد هاني في تبديل اول للنادي الاهلي. ايضا هنشوف حسين السيد بديلا لصابر رحيل، بيغير اطراف الملعب الكابتن حسام البدري. صابر رحيل وباسم علي، وينزل محمد هاني وحسين السيد، الاثنين اللي نازلين من قطاع الناشئين في النادي في اكتر من مركز. ادي سليماني كوليبالي سليماني يلعب لعمرو بركات. عمرو بركات هيفرق كتير مع النادي الاهلي. اوعى تنسى ايضا حمود الصفقه القويه. ادي العمده عماد متعب، تصويبه من العمده وخارج الملعب، تصويبه خارج الملعب، ركله ركنيه. العمده عماد متعب ابو تماره تاريخ، من الممكن يجي في مصر مهاجم، ومن الممكن يجي في مصر هداف، لكن صعب هيجي في مصر عماد متعب تاني. ايش هيجي في مصر ابو تماره تاني؟ النادي الاهلي وناشئ النادي الاهلي مواليد 97. سهل الممتنع ايمن سيب وارجع سوا، سيب لاعب احمد رمضان بيكم. وادي العمده عماد متعب. محمد هاني يلعبها طويله، هاني في اتجاه سليماني كوليبالي سليماني عرضيه حط راجل الهدف الثاني.
ريان احمد ياسر ريان، لكن شوف سليماني كوليبالي، شوف سليماني كوليبالي اللي بيقدم اوراق اعتماده، شوف التحركات والاجتهاد اللي عامله سليماني كوليبالي النهارده، وهيراهن عليه الفتره القادمه الكابتن حسام البدري. واوعى تنسى، اوعى تنسى احمد ياسر ريان القادم بقوه لقياده خط هجوم النادي الاهلي. شوف سليماني، ارجع للحكايه والموال وشوف سليماني من بدري من الشوط الاول هو بيحرجم على الكوره ديت، شوف الاداء والتناغم والانسجام، لكن شوف التحرك، شوف عبقريه التحرك من احمد ياسر ريان ناشئ النادي الاهلي مواليد 98، الخليفه والوريث الشرعي لخط هجوم النادي الاهلي. سليماني من اول لقاء شفناه كان لقاء جولدي، سليماني كوليبالي قلت لحضراتكم اللاعب ده بيتحرك صح. ادي حسين السيد، حسين بيكهام عايز يصوب ويسدد قويه من قاعده صواريخ الاهلي الارضيه المتحركه احمد رمضان بيكهام، وخارج الملعب ركله ركنيه للنادي الاهلي. محمد هاني من الجانب الايسر يلعب بالقدم اليمنى الكره اللي فيها سويرف. ادي احمد رمضان بيكهام، دي شخصيه لعيب عنده شخصيه اكتسبها، اكتسب الشخصيه النادي الاهلي. محمد هاني يلعب ويعلق، كروس العرض عدت، وادي ريان مره ثانيه. احمد ياسر ريان بياخد مكان رائع، حاول يتمركز عند محمود طه، مضغوط عليه، يضغط بيكهام واحده والثانيه، ريان الجول يدور احمد ياسر ريان. سلام يا احمد يا ياسر، احمد ياسر ريان هدف ثالث للنادي الاهلي، الهداف القادم والرهان اللي هيراهن عليه الكابتن حسام البدري الفتره القادمه احمد ياسر ريان، والكابتن حسام البدري بيكسب الرهان على احمد ياسر ريان، هدف ثالث للنادي الاهلي. شوف التمريره وشوف عبقريه التحرك من احمد ياسر ريان، وشوف الهدوء والثبات الانفعالي من اللاعب احمد رمضان بيكهام، استنى وتاخر، وقف على الكوره ويسند ويطلع ريان، وريان بكل هدوء بكل ثقه يقول للكره روحي مطرح ما بتروحي، كل مره راحت في الشباك، دونت هدف ثالث للنادي الاهلي.